السلام عليكم، إن شاء الله الكل بخير وياكم. أنا سيد حسن. بإذن الباري توقعاتنا بهذا اليوم خير وبركة على مسامعكم. راح نبدي اليوم بتوقعات جديدة وإن شاء الله إيجابية للجميع، وأكيد كل من طاقته من الأحرف، والتوقعات عامة للجميع. ودائما خلوا طاقتكم إيجابية وعندكم يقين وتفاؤل. يا الله، بسم الله. نبدأ بالتوقعات. لا تنسون الصلاة على محمد وآل بيته الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد بنية قضاء الحوائج. نبدأ بالمجموعة الأولى بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندكم أخبار حلوة وراح تسعدكم هالأخبار، وأيضا عندكم استقرار بحالتكم المادية إن شاء الله هالفترة، وأشوف عندكم مكافأة لكم بإذن الكريم. راح يظهر لكم سر ويكون سبب حل مشكلة تخصكم. عندكم كشف ناس على حقيقتهم بس ما عندكم دليل عليهم. انتو دائما تبتعدون عن الأشياء اللي تأذيكم. رب العالمين دائما ينجيكم من شر متخفي بكلام لطيف أو مدح من شخص قريب منكم هالفترة. انتبهوا وديروا بالكم لكل الجنسين من الحواليكم. أذى يصيب شخص حاقد عليكم وراح يرجع لكم حقكم من عنده بإذن رب العالمين. لكم بشارة وخير عن قريب، وعندكم مكالمة بيها سر سعادتكم وراحة قلبكم. انتبهوا، عدو قريب من عندكم يريد يأذيكم وعنده حقد بداخله وتمكن ينرفزكم ويزعجكم بكلامه. لا تهتمون لهم. حبيباتي، عندكم مفاجأة من توأم الشعلة، يعني الشريك، وراح تجعلكم بقمة السعادة. هالمجموعة انتبهوا من ناس تحاول تسبب لكم مشاكل داخل البيت عندكم. انتبهوا، احذروا، ديروا بالكم. البعض عندكم رجوع مع الشريك وأيضا لقاء، والبعض عندكم مكالمة مطولة وأوقات جميلة راح تسعدكم وأخبار سعيدة بهالمكالمة لكم. البعض لكم عرض عمل وترقية لكل الجنسين بنات وشباب، يكون خلال شهر ونص أو شهرين. انتظروا، الصبر مفتاح الفرج. البعض حبيباتي بينكم وبين الشريك اختلاف بلد أو مكان بعيد داخل البلد بعيد عنكم. البعض راح يرجع ويعتذر، والبعض اللي بعدكم بالعلاقة صاير عندكم عناد بالكلام. انتبهوا، حلوا الأمور بشكل صحيح. هالمجموعة الشريك متعلق بيكم ويعطيكم الأمان وكل يوم يزيد حبه لكم، بس انتو عندكم عصبية، شوية عصبية. انتبهوا. المتزوجين عندكم عصبية وعناد بسبب عندكم جروح، والشريك أيضا عصبي بسبب طرف ثالث. ديروا بالكم وحلوا أموركم، لا تخلون أي شخص يتدخل بيكم. ربي يسهل عليكم كل أموركم. واللي هنا تنتهي المجموعة الأولى. نبدأ بالمجموعة الثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندكم تغيير حال للأفضل هالفترة، وعندكم انتقال من مكان إلى مكان. البعض عندكم أزمة مالية راح تنحل إن شاء الله عن قريب. تطلبون أشخاص مبلغ مالي راح يرجع لكم، قسم من عنده وحق راح يظهر لكم. هالمجموعة عندكم حب جديد للعزاب لكل الجنسين، وأيضا عودة غائب، وعندكم فرصة تصليح أخطائكم السابقة مع الأهل أو الشريك. انتبهوا حبيباتي، صديق تغار منكم، وأيضا الشباب انتبهوا، عندكم صديق يغار منكم، يغارون من صفاتكم أو أشياء جاي تقدموها، يغارون بشكل مو طبيعي منكم، وحتى من محبة الناس لكم يغارون منها. ربي يبعدكم عن هالناس. فهالصداقة بيها شر لكم، ابتعدوا وخلوا بالكم لأن هالصداقة تأذيكم، ابتعدوا عنها. شايفة خير قريب لكم، عندكم طريق بخير إن شاء الله. عليكم حسد وحقد كلش قوي بداخلهم عليكم. حصنوا أنفسكم وقروا قرآن بكثرة واستغفروا، خلوا طاقتكم دائما إيجابية، لا تخلون هالأشخاص السلبيين يقتربون عليكم. حبيباتي، طبعكم واضح واللي بقلبكم على لسانكم، وأيضا الشباب اللي بقلبكم على لسانكم، وحتى اللي بإيديناتكم تنطول المقابل.
ونيتكم صافية وقلبكم طيب. وهالشي جميل طبعا بصفات الإنسان، إنه يكون واضح بالكلام، مو متقلب، مو داخله يتكلم شكل وخارجه يتكلم شكل. البعض عندكم حركة بالعمل إن شاء الله وتيسير حال للأفضل، وعندكم نصر على أعدائكم وفرج الأمر شاغل بالكم من فترة انتو تفكرون بيه ومشغولين بيه. اللي عندهم زعل عندكم صلح إن شاء الله، ربي يفرح قلبكم. والمتزوجات حبيباتي عندكم خبر حمل قريب وبولد بإذن الباري. العزاب من كلا الجنسين راح تدخلون بعلاقة جديدة، والأغلبية العلاقة السابقة راح تتركوها لأن تعبتوا من تصرفات هالشخص متقلب المزاج بتصرفاته وبكلامه، فراح تنهوها للعلاقة القديمة. واللي هنا تنتهي المجموعة الثانية، وختمنا التوقعات الحمد لله على حب آل البيت عليهم السلام. وللتواصل على الخاص أو على أي معرف موجودات أمامكم، وأي شي تحتاجوا من أدعية أو خيرة خاصة ادخلوا على قناة التليجرام، وإن شاء الله تنقضي كل حوائجكم وحوائجنا بجاه محمد وآل محمد. ونختمها بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وربي يحفظكم.